اخوتي السلام عليكم. الاعلام العربي والمصري ما زال يتحدث عن فوز المنتخب المغربي. اي اخويا الناس السوريين تبارك الله هما يفرقوا الحلوى. اللي قال لهم كيفاش هاد المغاربه راه كسروا الشوكه ديال التماسيح ديال اوروبا. اخويا ما عرف كي داروا لها هاد الاسود ديال الاطلس راهم خطر تبارك الله عليهم واعرين. ها اللي دخل لك المغاربه في الغناء ديالو، ها اللي كيحلل يكتشف لك نقاط الضعف ونقاط القوه. المهم لعلك ترضى. حقيقه اسود الاطلس حمرونا وجهنا امام العالم. اجي نسمعوا اش كيقولوا ثم نعود لندردش. اليابان عن المجموعة الخامسة مع إسبانيا صعدت، وألمانيا وكوستاريكا يودعوا البطولة، وألمانيا كانت من المرشحين للبطولة طبعا. المغرب وكرواتيا، وتحية كبيرة لتريليون مبروك للشعب المغربي الشقيق واتحاد الكرة في المغرب، اتحاد الكرة الاحترافي، اتحاد الكرة المحترم، اتحاد الكرة المحترم بتاع المغرب، اتحاد الكرة المحترم بتاع المغرب كمان، عشان بيخدم بلده، عشان العناصر بتاعت اللعبة في المغرب بتحترم بلدها، خلت بلدها تطلع أول مجموعتها. ومش بعيد المغرب توصل على فكرة الفاينلز، اسمعوا مني الكلمة دي، مش بعيد والله، صدقوا بس نفسكم. الموت كلاعيبة اسبانيا تستحق الصعود هي واليابان طبعا. كلنا فرحنا في المنتخب الألماني، يعني كل العالم العالم كله بصراحة، كل العالم، العالم المحترم. ما هو بالك قال لك دي بطولة للرجال وانت مش ايوه بالظبط، وانت عجبني تصريحك، شاغل نفسك بقضية لا تخص الرجال بصلة يعني. صح ده احد نجوم المنتخب الألماني لكرة القدم بكل. المجموعة السادسة المغرب بقى والصعود أول كالمجموعة، دي حاجة تفرح. هل هنا عايز أعمل وقفة؟ اتفضل. بتقول إيه رسالتك كعبد الناصر محمد، مع كل احترام والتقدير لحضرتك يعني مع حفظ الألقاب؟ كابتن عبد الناصر محمد هيقول إيه لفوزي الأقشع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ هقول له أنت بتقاتل عشان منتخب بلدك، عشان ترفع منتخب بلدك لفوق، وهي شو احنا شايفين النتيجة، مش هقول أكتر من كده، كلنا شفنا النتيجة. عشان كده منتخب محترم، اتحاد محترم، منتخب محترم بيعرف يجيب حق فرقه في افريقيا بالظبط. فالمنظومه هناك شغاله على اعلى مستوى. اصل بص اكيد الصعود ده كاول مجموعه ده مش من فراغ. على فكره هو منتخب المغرب مش اول مره، منتخب المغرب على طول بيعمل مفاجآت، بيشارك كتير في كاس العالم، بيشارك كتير. احنا يعني انا للاسف احنا بنزعل نقعد نقول مصر ومصر ومصر، احنا بنشارك كام مره وكل فين وفين للاسف يعني. هم 3 مرات. لكن السعوديه شاركت اكتر مننا، المغرب شاركت اكتر مننا، يعني الجزائر يعني، وبيروحوا بيبقى ليهم بصمه، كوت ديفوار والسنغال والكاميرون كل يعني انا بصراحه مبسوط للمغرب، بيلعبوا بروح عاليه وبيقاتلوا على كل كوره، وتحس ان هم منتخب اوروبي مش منتخب عربي. صحيح. واسف ان انا بقول كده يعني. مدرب الركراكي مدرب محلي يعني هل الناس دي صرفت قد ما احنا صرفنا؟ الإجابة قولا واحدا لا، مش اكيد لا، ما صرفوش طبعا زي ما احنا صرفنا صراحه يعني. احنا عندنا بص كابتن، احنا ما عندناش مشكله، احنا ما عندنا مشكلتنا ما عندناش استقرار للمدير الفني في منتخب مصر، احنا كل 6 شهور بنغير للاسف، هنفضل كده. طيب عشان انا عايز اخدك في سكك تانية بمناسبه المغرب يعني، لكن ما نخلص الاول المجموعات. عندنا المغرب كانوا مركزين جدا، بلجيكا كندا كرواتيا. المدرب بتاع كندا ده كان على طول بيستهزأ بكرواتيا في لقائهم مع بعض، وكرواتيا راحت على طول ادته الصعصعين 4-2 باين ولا 4-1. كرواتيا فرقه كبيره وفرقه لا ده استهزأ بيهم جامد قبل المباراه في تصريحات اعلاميه يعني. لا ما سمعتهاش. وراجل انجليزي يعني غريبه يعني، لدرجه ان الكروات نفسهم ردوا عليه قالوا له انت يعني ده احنا وصيف كاس العالم المونديال اللي فات. فلما يبقى مدرب كده طالع صليط اللسان كده خد على دماغه لا هل ده دور المدرب انه يطلع يعني يتكلم بالشكل ده؟ لا طبعا، اولا بيشتت لعيبته يعني. انا لما دخلوا في سكك مش بتاعي، لا يعني انا لما اتكلم بمنتهى الثقه كده قوي يعني، انا بشتت. اديني اماره اديني اماره. منتخب الرد كان في الملعب. صحيح. كرواتيا فازت عليهم في الملعب. فبلجيكا زي ما اتفقنا ان من اسوأ النسخ بالنسبه لها، شايفه منتخب عادي جدا جدا في البطوله دي، لكن منتخب المغرب هو بس البطوله دي كسرت اسطوره. بس يا رب معلش يعني يا رب المغرب يصدقوا نفسهم. بس انا ده اللي قلته في الاول، يصدقوا نفسهم ويلعبوا صح المباراه اللي جايه ان شاء الله يعني. اتمنى ان هم يا رب التوفيق مفاجاه ويوصلوا يا رب. التصنيف الرانك بتاع الفيفا البطوله دي كسرته دمرته يعني. البرازيل الاول في تصنيف الفيفا، وبلجيكا بلجيكا الثاني، الارجنتين الثالث.
بلجيكا في المجموعه دي كسرت الرانك ده كله، يعني ولا له اي اساس بالصحه هذا الرانك، يعني لا خالص. اصل ده نقط على الفوز في الماتشات الوديه، على البطولات اللي بيخشها، تجميع نقاط، تجميع نقاط، بس مش هو المؤشر. بص، البطوله المجمعه يعني زي كاس العالم كده، لا بيبقى ليها استعدادات خاصه، استعدادات مختلفه. ففي فرق تعرف تستعد كويس في بطوله زي دي وانها تعمل انطلاقه كويس، زي المغرب. هي المغرب عملت كده. فالمغرب كسرت الحاجات دي بانها تاخد اول مجموعه، دي هتفرق معاها جدا بعد كده في التصنيف. ويا سلام لو كسبت اسبانيا بقى في دور ال 16، يا سلام. انا قلت وانا بقول لك اهو، يعني انا بقول لك قبلوا اليابان ونخلص، انا بقول لك عن قصه لا اسبانيا دي. والله ممكن، اصل التاريخ، اصل برضه موضوع حساس. المغرب واسبانيا ده حساس قوي، خلي بالك. ما انا عارف طبعا، حساس جدا. هيتخانقوا على جبل طارق. لا ده حساس جدا. برغم انه يعني حتى اخواننا المغاربه يعني مش واخدين، يعني خلي بالك هم برضه بيلعبوا وسط جماهيرهم. عايز اقول لك على حاجه، يعني المغرب ممكن ما تاخدش في اللعب الكوره او في الماتش ابعاد تاريخيه، الاسبان لا. من ضمن الحته دي بتموتهم. مش مشكله، احنا بنلعب وسطهم قوي. المغرب بتلعب وسط جماهيرهم. الجماهير هتبقى مع المغرب كانه بيلعب في المغرب. فدي هتديلهم طاقه اكبر مع وصولهم كاول مجموعه، هتديلهم طاقه اكبر يا رب. فممكن يا رب يعملوا مفاجاه ان شاء الله. أكرم كان يشجع منتخب ألمانيا طيلة حياته، لكنه الآن انقلب عليه بدفع من شادي، فهو لطالما شجع اللاعبين الألمان على أن يضعوا الأهداف بأرجلهم في المرمى، وليس على أن يضعوا أكفهم في الملعب اليوم على أفواههم، وغدا لا أحد يدري أين سيضعونها. إلى اللقاء. اللي بيحب الألماني أكرم نعرف له بميداني، هاي العادل خواني اوعك لا بيحبوا الألوان. أنا بحب المرسيدس بنز لأنها فيها العالم كنز، مش الألماني اللي جز ويستفز من العربان. أنا حاطط إيده عدمه وهمه شو بنعرف همه، ريته ولا يلتموا ولا يرجعوا على المكان. ما بحب المنتخب اللي بده كل بأدب، أنا بشجع العرب في هالساعة والمكان. قطر دولة عربية، قطر دولة إسلامية، والعادات اللي فيها هي نص السنة والقرآن. لقطر كل التحية والله يحيي السعودية، تونس روحي وعيني، والمغرب إلنا عنوان، والمغرب إلنا عنوان، والمغرب إلنا عنوان. اخوتي كما سمعتوا عناصر المنتخب المغربي راه حمرت لينا وجهنا وخلات الشعوب تزيد تحترمنا وتقلب علينا وتقول لهم فين عايشين هاد الناس وفين راهم هاد الناس وفين ساكنين هاد الناس. هاد الاسود راهم خطر، خاصنا نعرفوا السر ديال النجاح ديالهم. قلت لهم انا راه الاسود ديال الاطلس راه ماشي بحال دوك الاسود اللي كتشوفوا في ناسيونال جيوغرافي اللي كتمشوا في لي سفاري وبقى تصوروا معاهم. لا 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 لا. راه الاسد الاطلس راه قليل فين كيبان وعايش بين الجبال، ما تحس به ما تشوفه حتى يجي منقز عليك. فحذاري حذاري، ماشي بحال دوك الاسود اللي كتشوفوا نتوما في الافلام الوثائقيه اللي ابوها مسكينه جالسه كتقلب على الماكله وهو مبند. لا 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 لا، الاسد الاطلس راه خدام على راسو وما كياكل الحاجه النقيه وغزيلات ودوك الغزيلات سنين حليب. المهم لعلها كترضى. ولكن اسبانيا راه كتخطط، اسبانيا راه كتخطط وراه بدات كدير الشباك والفخاخ باش تصيدنا الاسود ديالنا. لذا يجب على الاسود ان تحضر وتخدم دوك الرادارات ديالها، وداك محلل الاداء تا هو ينوض يشتغل شويه ويزيد يشتغل مزيان مزيان، يدقق لنا مزيان دوك العناصر ديال اسبانيا، حيت راه بغينا شي فوز كبير. راكم عارفين راهم الجيران ديالنا وراه ما يحملوناش نفوزوا عليهم. القضيه تولي عندهم حامضه كما حمضت على البلجيكيين. راه شفتوا مغاربه اش داروا اليوم تبارك الله. لذا فهم خائفون وحاضرون ومنتبهون. لذا نتمنوا التوفيق لخوتنا المغاربه والمزيد من النصر ان شاء الله لكل المغاربه وكل المسلمين. والسلام عليكم.